السلام عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم دايما بخير. النهارده هفرز معاكم البسله. قبل ما اقول لكم انا هعمل ايه معاكم، انا قلتها طبعا. بس عايزه اقول لكم حاجه. هابي نيو يير، كل سنه وانتم طيبين يا رب، ويا رب سنه سعيده عليكم كلكم، ويا رب 2018 تكون سنه كويسه جدا عليكم وبدايه خير عليكم يا رب. طبعا احنا ستات بيوت وعارفين راس السنه بنقضيها ازاي. راس السنه هنقضيها مع تفريز البسله، ده بالنسبه لي انا يعني. ومع ان عندي امتحانات بكره ان شاء الله، فبرضك يعني مش مشكله نقعد برضك نساعد ماما شويه. انا واختي ملوكه هي اللي ملوكه الصغيره، هي اللي بتفرز البسله دلوقتي معايا. هفرز البسله معاكم وهتكلم معاكم في شويه حاجات كده بخصوص الطفل. بما ان الطفل هو انا بدرسه، وده تخصصي في الكليه، فهتكلم معاكم شويه عليه. بصوا يا جماعه، الام لازم ولا بد ان هي وهي بتربي ابنها او هي بتعلم طفلها في حاجه، في عوائق وفي حاجات هتقابلها. فلازم اول حاجه، اول نصيحه هديها لكم، ان الموبايلات والتابلات والتلفزيونات لازم تكون ساعة في اليوم. هو بيتفرج على كرتون، حتى لو هو بيستفاد اي حاجة من التلفزيون او التابلت او اللابتوبات او اي حاجة، اي جهاز عندكم، حتى لو هو كان ايا كان الاستفادة بتاعته كبيرة او بيستفاد كتير، لازم تكون ساعة في اليوم. الساعة ديت لازم تكون متقسمة على مرتين. المرة ممكن تكون مرة نص ساعة الصبح ونص ساعة بالليل، ممكن تكون ربع ساعة الصبح، وربع ساعة الظهر، وربع ساعة العصر، وربع ساعة بالليل قبل ما ينام. لازم 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 الموبايلات والتابلات والتلفزيونات يشاهدها ساعة في اليوم، مقسمة على مرتين او على 4 مرات. تمام؟ ما يعدهاش. تاني نصيحة عايزة اقولها لكم، ان العياط ملهوش عقاب، ان العياط بتاعه ملهوش اي عقاب. يعني ما ينفعش تزعلي منه علشان هو بيعيط. العقاب على الخطأ بس. ابنك عمل خطأ تعاقبيه، او بنتك عملت خطأ تعاقبيها، لكن بيعيط ما تعاقبيهوش. العقاب ملهوش، العياط ملهوش عقاب، العياط ملهوش عقاب. سيبيه يعيط يتفلق، ما بصي ما تعملوش اي حاجة، سيبيه يعيط براحته، بس ما تعاقبيهوش. العقاب مش على العياط، العياط ملهوش عقاب. تمام؟ دي تاني نصيحة معاكم. يعني بصوا يا جماعة، العياط مثلا انتوا في مكان بره مع والده ومعاكي وقاعدين بره مثلا، في عند مكان، عند جدته، عند خالته، عند خاله، ايا كان المكان اللي هو فيه. فلو عيط تجاهليه خالص. حتى لو هو عند مين، ما بصي سيبيه يعيط، ما تعاقبيهوش، وما تحاوليش ترضيه ولا تسايسيه في حاجه. ليه بقى؟ علشان العياط ده تعبير عن الشعور، مش خطأ. يعني هو مثلا بيعيط علشان هو يعني حاسس بحاجة، يعني حاسس بحالة حزن، حاسس بحاجة بحالة مثلا غضب. مثلا انت ما جبتلوش حاجة فهو زعلان عليها. من جواه هو بيعبر عن شعوره فبيعيط، لكن ده مش خطأ، هو ما عملش غلط عشان تعاقبيه. تمام؟ قبل ما تيجي تخرجوا، تالت نصيحة، قبل ما تيجي تخرجوا لازم يكون في اتفاق ما بينكم. ملوكة انت يا حبيبتي ايه؟ ايوه انت لا روحي بالظبط كده. لازم يكون قبل الخروج في اتفاق ما بينكم. ازاي؟ تتفقي معاه ايه اللي هيحصل بره. يعني مثلا انا خارجه، انا وابني معايا وخارجين رايحين عند جدتي مثلا، فانا بتفق معاه ما تعيطش، وما تتشك، يعني ما تتشكسي هناك، ولا تقعد بقى تتنطط ولا تجري ولا تعمل اي حاجه، واقعد هادي. يعني اي حاجه لازم يعني قبل ما تخرجي لازم تقولي له على الحاجات اللي انت يعني تتفقوا مع بعض على الحاجات اللي هو ما يعملهاش بره. مثلا رايحين نجيب يعني مثلا انتوا خارجين رايحين مثلا كارفور، رايحين فتح الله، رايحين هايبر، رايحين اي حته، فمثلا تقولي له ايه، انا هجيب حاجات للبيت وانت هتجيب حاجه واحده بس. طب يا ماما ما ينفعش حاجتين؟ لا ما ينفعش حاجتين، هي حاجه واحده بس. طب لما احنا مثلا خارجين رايحين حديقه، اتفق معاه انك هتلعب لعبتين بس. رايحين مثلا كارفور، طبعا عارفين الالعاب في كارفور حلوه جدا. فاحنا رايحين كارفور، فمش هتلعب غير لعبتين يا ماما. طب ما فيش 3؟ لا هما 2، لعبتين 2، لا اما مش هنخرج. فهو بالتالي هيلعب اللعبتين 2 وهيكون في قمه السعاده وقمه السرور. تمام؟ دي تالت نصيحه معاكم.
ممنوع رابع نصيحة بقى، ممنوع الأطفال تنام في نفس الأوضة مع الأم والأب بعد سنة. يعني طفلك يتم سنة ممنوع باتا تماما، يعني ممنوع للولد أو البنت يناموا مع الأم والأب في الأوضة بتاعتهم، استحالة بعد سنة، ممنوع يا جماعة. عشان في كتير 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 بيقابلني أمهات وأبهات بينيموا ابنهم أو بنتهم معاهم بعد سنة. لأ، لازم يكون لي اوضه او سرير يعني لوحده. وحاولي ان انت وانت نايمه تسمعي ودنك تبقى ناحيته. هو عيط يعني هتقولي لي سنه ده صغير، هقول لك اه صغير، بس سيبيه، ما تنيموش معاكي ولا مع والده. ديت رابع نصيحه. خامس نصيحه، ممنوع يدخلوا الحمام معاكي او مع والده، ممنوع. ولا يشوفوكوا وانتوا بتغيروا هدومكم، ولا يشوف بابا وهو بيغير هدومه، ولا يشوف مامته وهي بتغير هدومها. ده امنعيه تماما. سادس حاجة بقى، الطفل لو عمل حاجة غلط قدام حد ما ينفعش توجهيه قدام الناس، او ت... او تزعقي له قدام حد. مثلا احنا قاعدين كلاتنا اطفال، احنا قاعدين مثلا عند جدتي مثلا او عند جدي، او قاعدين بره مثلا مع اصحاب بابا مع اصحاب ماما، ما ينفعش ابني يبقى معايا مثلا هو عمل غلط، ما ينفعش ازعق فيه قدام الناس. ده بيقلل من ثقته قدامكم، من ثقته بنفسه قدامكم، وبيخليه يشعر بالحزن وحاجه كده جواه، بيتعب نفسيا. فلازم تاخديه كده على جنب، يا حبيبي انت ليه عملت كده، ما تعملش كده تاني، بالراحه، ما نزعقش قدام الناس. وبعد كده مثلا احنا قاعدين في مكان وناس فيه كتير، فهو عمل حاجه غلط، يا حبيبي فتقولي له طب تعالى كده، تشديه على جنب، وانتوا حتى وانتوا قاعدين، او هتاخديه بعيد عنهم شويه وتشوشيه، ما ينفعش تعمل كده، واعتذر قدام الناس مثلا، او اعتذر اللي انت مثلا زعلته، او او اعتذر اللي انت زعلتها. ده نصيحه حلوه جدا على فكره، لازم نتبعها مع الاطفال. سابع نصيحة معانا، ما تعمليش حساب حد، حساب لأي حد على حساب ابنك أو بنتك. أي حاجة على حساب ابنك أو بنتك ما تعمليش حسابها، ما تعمليش حساب. يعني مثلا ايه، انا ما اجيش على ابن سيلفي مثلا علشان ابني، لا. سوري، ما اجيش على ابني عشان ابن سيلفي، لا. ولادي اولى بيا، ولادي هم الاول عندي، ولادي هم الاساس. ما مثلا ما زعقش، ما يعني ما جيش برضك على اختي، ما جيش على ابني عشان اختي، لا، استحالة. لازم تخلي ابنك، تعملي حساب لابنك وحساب لولادك وسط اي حد. تامن نصيحة معانا، هفرز معاكم شوية بقى وبعد كده نقول تامن نصيحة. بصوا يا حبايبي، هفرز معاكم ملوكة اللي بتفرز. تعمل نصيحة بقى، ما تخليش ولادك مكتفين 100% بكل حاجة. مش كل حاجة عندهم، ومش كل حاجة عاوزينها تيجي ليه بقى. ده ممكن يوصلهم للسرقة. تقولي لي سرقة؟ يعني انا جايبه لهم كل حاجة وفي الاخر يسرقوا؟ هقول لك اه، ده ممكن يوصلهم للسرقة، لانهم لما يشوفوا حاجة مع حد مثلا ومش عندهم، هيمدوا ايديهم وياخدوها. هما متعودين لكل حاجة عندهم. طيب ما انا جايبه لهم كل حاجه، لا، ما هو مش جايبه لهم كل حاجه عند الناس، انت جايبه لهم كل حاجه هم محتاجينها. لما انت تجيبي كل حاجه بنسبه 100% وما تحرمهمش من حاجه، ده بيعرضهم للسرقه. لما هم يشوفوا حاجه عند ابن خالتهم مش عندهم، بالرغم اللي عندهم كل حاجه، هما الطفل بطبيعته بيحب الاستكشاف وبيحب يكون يعني متملك كل حاجه. فما تخليش طفلك عنده عايز كل حاجة فبتجيبها له، يعني ما تخليهوش مكتفي ب100%، علشان ده هيوصله للسرقة، لانه متعود ان كل حاجة معاه، فهيمد بايده لاصحابه لاخواته لسوري لابن عمه لابن خالته ايا كان. تمام. تاسع نصيحة معاكم، لازم وهم بيلعبوا يعرفوا ان في مكسب وخسارة. يعني انا طفلي بيلعب دلوقتي، فانا هقول له مثلا هو بيلعب مثلا ايه، اي لعبه مع اصحابه او مع اخته او مع اخوه او مع ابن خالته، فهقول له في حاجه اسمها مكسب، في حاجه خساره، في حاجه اسمها خساره. انت لو كسبت يبقى انت شاطر، انت لو خسرت يبقى انت مش عارفه ايه. فانا لازم اعوده اللي في حاجه اسمها مكسب وخساره. عشان ولو رفض اللي هو ما يعني لو هو خسر، لو هو انت بتتفقي معاه قبل ما بتلعبي، ولو هو رفض ان هو يكون خسران،
ما تلعبيش معاه او وقفي اللعب. لو هو مثلا بيلعب يعني مثلا انا فاكره وانا صغيره كنت دايما العب مع اخواتي كوتشينه وانا الكبيره بتاعتهم، فكنت دايما العب معاهم كوتشينه او بنك الحظ، يعني الحاجات اللي احنا بنلعبها دي. فالمهم في مره في المرات يعني لقيت اخويا بيقول لي انا كسبت، فبيقول لي انت بتحرنقي، يعني بحرنق ازاي؟ يعني انا كسبت، فهو بقى متضايق وزعلان ومش متقبل الخساره. فماما لقيتها قامت قالت طب امنعوا اللعب ده. يعني بصراحه والدتي طبعا يعني قالت لي ربنا يخليها لنا يا رب، قالت لي امنعي اللعب ده، انا فاكره والله. فالمهم بقول لها ليه يا ماما؟ قالت لي علشان هو كده، يعني عشان انتوا مش يعني علشان هو مش متقبل الخساره، وانتي مش هتتقبلي الخساره زيه عشان انتوا لسه اطفال. فبجد لما كبرت فهمت الكلمه ديت. وكنت مره بذاكر فوالدتي لقيتها بتقول لي، فانا بقرا يعني النصيحه التربويه ديت، فبعدين والدتي بتقول لي ايه، فاكره لما كنت بتلعبي كوتشينه مع اخوكي وحصل واحد ثلاثه؟ قلت لها اه فاكره، فذكرتني. فانا دلوقتي بقول لكم عن تجربه شخصيه وانا طفله صغيره حصل معايا كده. واخويا قال لي انت بتحرنقي، هو طفل فمش متقبل الخساره، فلازم نعوده اللي فيه حاجه اسمها خساره وفي حاجه اسمها مكسب، سواء البنت او الولد. بعد كده عاشر نصيحه معايا، ودي اخر نصيحه هقولها لكم في الفيديو بتاع تفريز البسله. عاشر نصيحة معايا، الشيبسي والبيبسي والحاجات اللي هي المواد الحافظة اللي احنا بنشتريها من بره، مهما هتمنعيه وهو صغير لما هيكبر هيطلب ياكله ويشربه، هو هيشتريه بنفسه ومن مصروفه. فما تحاوليش انت تمنعيه وتخلي الطفل عنده حرمان من الحاجة ديت. يعني مثلا انا والدي سوري ابني مثلا قدامي اهو، فانا بقول له انا مش قدامي حالا، يعني انا مش متجوزه لا انا بتكلم يعني بقول يعني بصيغه فانا مثلا ابني قدامي، فبقول له اخواته مثلا ابن خالته مثلا او ابن عمه جايبين شيبسي، فهقول له ما تاكلش، جيهم يدوله، فهقول له لا ما تاخدش، ما حدش يديله، وزعق فيه ممنوع تجيب شيبسي يا ماما، انا عايزه اجيب شيبسي، ممنوع تجيب شيبسي. ده غلط على فكره، سيبيه يجيب زيهم، سيبيه، يعني مش بيبص لهم، هو عايز يبقى زيهم، هو مش بيبص لهم عشان هو مثلا محروم، لا هو عايز يبقى زيهم، يعني عايز اللي في ايديه اللي في ايديهم في ايديه. فما تمنعهوش من الشيبسي او البيبسي او الحاجات ديت، حاولي تقلليها بس ما تمنعهاش خالص. لان انا بشوف امهات منعينها تماما من الاطفال بتاع اطفالهم، فلما هيكبروا اكيد 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 هيشربوا الحاجات دي وهياكلوها. واحنا كبار وبناكل وبنشرب الحاجات دي ولا في دماغنا عادي جدا. فما تحاوليش تمنعي طفلك منه، حاولي تقلليه بس بقدر الامكان، ما تمنعهوش منه. دي كانت عاشر نصيحة واخر نصيحة معاكم في الفيديو ده. لسه في نصايح تانية هعملها لكم في فيديو تاني، بس انا حبيت اللي انا مش هفرز البسلة يعني من غير كلام، يعني هنقعد كده ساكتين لا. فانا قلت منها اديكم 10 نصايح لاطفالكم، ومنها نفرز البسلة مع بعض. هنفرز البسلة وبعد كده هنشوف هنعمل ايه، خليكم معايا. طيب انا هخلص تفريز البسله بتاعتنا. طب انتوا شفتوني شفتوا ملك وهي بتفرز ملوكه، اوري لهم كده انت بتفرزي ازاي، هما طبعا عارفين بس يعني كده وري لهم يا كوكو. لما تبقوا جايبين بسله او حاجه من ديت بتتفرز، قعدوا مع ولادكم معاكم، يعني خلوهم يعملوا، خلوهم يشاركوكم ويعرفوا بتعملي ايه وده لايه، فهموهم وعرفوهم انتوا بتعملوا ايه، وخلوهم يشاركوا معاكم. زي ما انا مخليه ملك تشارك معانا، وقلت لماما تعمليش حاجه احنا نعملها احنا. فيعني هي ملك طفله لسه صغيره برضك. فهي ملوك انت في سنه رابعه ابتدائي. هي برضك بتمتحن، بس حبيت برضك اقول يعني قلت لها تعالي ملك اعملي معايا شويه، يعني تفك نفسها عن المذاكره وكده. فخلوا اولادكم يشاركوا معاكم في الحاجات ديت، وخلوهم برضك يعني يستمتعوا بكل لحظه معاكم، واستمتعوا بكل لحظه والله بجد معاهم. في ناس كتيره جدا، يعني كتيره كتيره فعلا محرومين من نعمه الاطفال ديت، وبيتمنوا النعمه اللي في ايديكم واللي معاكم. ربنا يا رب يبارك في اولادكم كلكم، ويبارك لنا في اولادنا وفي كل يا رب اولاد واطفال المسلمين يا رب جميعا.
هفرز البسله. هكمل بقيه تفريزها كده ونخلص الكميه اللي معايا. ومش هرجع لكم بقى، خلاص الفيديو كده خلص النهارده عشان كده طول عليكم خالص. معلش اعذروني طولت عليكم في النصايح، بس يا رب تكونوا استفدتم مني حاجه. وان شاء الله استنوا مني نصايح تانية وحلقه جديده معاكم، والسلام عليكم.